السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة حلوة قوي تحفة. مش هتتوقعوا هنعملها ازاي. بمكونات بسيطة هنعيد تدوير بسكوت العيد، وهنعمل منه الصنف الفاخر ده حلو بارد بدون فرن بدون بوتاجاز اصلا. إيه سهل جدا بسيط، تجهزيه في دقايق ونتيجته روعة. طعمه مش قادرة اقول لكم قد ايه حلو. مكوناته بقى يعني اي حاجة موجودة عندك تقدري تضيفيها، الميزة فيه ان انت تقدري تضيفي اي حاجة موجودة عندك. طبعا احنا طالعين لسه من رمضان ومن العيد. عندنا بقى بواقي حاجات كده زي الزبيب، زي سوداني، بواقي البسكوت وبقية الكحك. شايفين شكله جميل ازاي؟ خطير جدا. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. بصوا ده بسكوت العيد. يعني احنا خلاص عدى اسبوعين كده على العيد وخلاص الولاد زهقوا ما بيحبوش ياكلوا الحاجه كتير. فانا كنت عامله بصراحه حوالي 2 كيلو كده ونص من البسكوت. فضل منهم شويه دول. فقلت خلاص مش هفضل راكناهم كده، اعمل بيهم صنف جديد. كسرتهم تكسير عشوائي. كان عندي بقى من رمضان شوية سوداني، شوية زبيب، شوية كده بندق، على شوية عين جمل، حاجات بسيطة كده خالص. كسرتهم وضفتهم على البسكوت. ودوبت نص بار من الشوكولاتة او نص قالب يعني من شوكولاتة المطبخ، ما كانش قالب كامل. وفي نفس الوقت ما كنتش عايزة اجيب تاني علشان يعني ما كلفش قوي. حطيت عليهم ربع كوباية حليب وثلاث معالق من الشوكولاتة من الكاكاو الخام. وسيحتهم كده خالص بدون سكر، ما حطيتش سكر لان الشوكولاته مسكره والبسكوت طبعا مسكر. وخلطت الخليط كده كله في بعضه. وحطيتهم بقى في صينيه وضغطتهم بالشكل ده علشان تطلع متماسكه. ركنتها على جنب لحد ما حضرت الطبقه التانية او الخليط التاني. دي شوكولاته بيضه حطيت عليها حوالي 3 4 معالق زيت. وسيحتها على حمام مائي. بقت بالشكل ده، بقت كريمي كده خالص. هبتدي بقى انزلها على طبقة البسكوت. وهفردها. هي طبعا ممكن نعمل الوصفة كلها بشوكولاتة غامقة، او بشوكولاتة بيضة، بس انا ما كانش عندي شوكولاتة غامقة كتير وما كانش عندي برضه شوكولاتة بيضة كتير. فاستغليت الحاجة اللي كانت موجودة عندي في البيت. ما رضيتش اشتري يعني علشان ايه ما كلفش. فردتها خالص زي ما انتم شايفين. وفاكرين الفستق الكداب اللي كنا عاملينه في اول رمضان؟ رشيته كده على الوش. وكان عندي صوص شوكولاته برضو يعني حوالي كده في اخر الازازه معلقتين ولا حاجه، زينت بيها ودخلتها التلاجة شويه تتماسك. دلوقتي بقى هطلعها واقطعها. زي ما انتم شايفينها كده متماسكه وجميله، لان طبقه الشوكولاته الاولانيه خلت البسكوت يتماسك في بعضه. والطبقه التانية بقى ما حطيتش عليها حليب ولا حاجه. هي بس شوكولاته بيضه بشويه زيت، فبرضو ساعدت على ان البسكوت كله يتماسك. بقطعها زي ما انتم شايفين كده. هنطلع بقى القطعة كده، هوريها لكم متماسكة ازاي وجميلة وطعمها لذيذ جدا جدا. مش هتصدقوا ازاي الصنف ده حلو وطالع شكله كده فاخر وكأنه يعني حاجة متكلفة كتير. وهي بواقي حاجات موجودة كانت عندي وكانت مركونة، مكنتش عارفة اعمل بيها ايه. حطيتها على بعضها وطلعت الصنف الفاخر ده. تشبه كتير في الطعم الليزي كيك. كمان ممكن نقدر نقول عليها تورتة البسكوت الباردة. المهم انها طلعت طعمها حلو قوي، شكلها خطير. وبس كده خلصنا وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم. لو جربتوها اكتبوا لي في الكومنتات رأيكم ايه. شكرا ليكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. سلام عليكم.